ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وسؤالنا للدكتور احمد: الزئبق الاحمر هل هو حقيقه ام اكذوبه قرانيه؟ ومن هو فرعون موسى؟ هو بعد الشقيق من البتاع شوف على فكره الزئبق الاحمر انه هو الوهم. مفيش حاجه اسمها الزئبق الاحمر خالص. القصه باختصار ان كان في سنه تقريبا 46 تم اكتشاف مقبره لاحد قواد الجيوش اسمه ناقد، وده تقريبا اللي كان بيدافع عن مصر ضد دخول الفرس. بعديها على طول بدات الاسره 27 ودخول الفارسي لمصر. المهم مقبرته لما اكتشفت لقوا فيها حاجه زي الجلد او زي القاروره. المهم لقوا فيها حاجات حمراء لازيه، وطبعا ساعتها كانت روسيا على مستوى روسيا اكتشفت خام جديد، بس طبعا بيبقى واحد كيماوي يقدر يشرحها، وسمي بالزئبق الاحمر اللي ممكن يخش في الانشطار النووي وبتاعه والكلام ده. المهم جابوا هذه القاروره حللوها، وجه الرئيس جمال عبد الناصر بعد كده طبعا ختم عليها، ودي موجوده لحد النهارده في متحف الاقصر. لقوا انها دي عباره عن مواد اتحط معاها عنب الديب وبقايا من الدم بتاعه مومياء القائد ناخت العسكري، وكان لازم طبعا نتيجه تركيبات معينه ما اقدرش اركب فيها حاليا، فاصبحت فيها اللزوجه اللي احنا لقيها في الزئبق ده. لكنه هو الزئبق الاحمر. الزئبق الاحمر عندي في الحضاره المصريه فهو وهم، وكله بيجي ورا حاجه اسمها الوهم. مفيش حاجه اسمها زئبق احمر نهائي. لكن لو احنا دخلنا بقى في المفاعل النووي والصناعات الروسيه والاوكرانيه والحاجات في اوكرانيا يعني، فطبعا دول كانوا بيصنعوا فعلا خام الزئبق، بس دي عشان استخدامات نوويه. الزئبق مشع، الزئبق فيه البارد وفيه الكالت اللي هو البارد، فدي بيستخدموها في المفاعل النووي. ما له مال الموميا عندي. طيب يعني طبعا ده وهم طبعا. من هو فرعون موسى؟ بص، فرعون موسى في ناس كتيره جدا نشروا من هو فرعون موسى. انا في البحث بتاعي اللي عملته بفضل الله يمكن من 5 سنوات انا مطلعه الملك امين امحاتي الثالث سنو سرت الثالث، الاب والابن. انا بالظبط دوله وسطى. رمسيس الثاني؟ لا طبعا انا منزل تكذيب اني لن اعترف بان رمسيس الثاني رغم انه سافر فرنسا وسافر امريكا وضربوا له 21 طلقه. استحاله يكون هو فرعون موسى لسبب معين، ان احنا عندنا في القران الكريم وهو اصدق الصادقين غرق في البحر. يعني جات له اسفنكس ينخل
النهارده بالعلم الحديث في فرنسا وفي امريكا اكتشفوا ان مومياء رمسيس لم يمت غريقا ولم يمت بسكة القلب. شكرا. هنقول على ميرن بتاح. ميرن بتاح مات غريق؟ لا المومياء ميرن بتاح في المتحف المصري حاليا فيها اثار من اللون الابيض، شيء اللون الابيض، البحر والتشنج في المومياء. بعض العلماء قالوا ان ده تشنج اثناء الغرق، وفي بعض التفاصيل يعني قريبه من الغرق. بدل الموضوع فيه اجتهاد فانا نحن نسمع الاجتهاد. ليه لا؟ كل واحد من حقه يقول الراي العلمي بتاعه. اولا مومياء ميرن بتاح اقرب لا، ما هو مومياء ميرن بتاح عشان اللون الابيض ده هقول لك ان الملح الذي استخدم ليس هو ملح وادي نطرون اللي بيديني اللون البني الغامق او الاسود، دي حاجه ثانيه خالص. انما هل هو مات غريقا؟ لا. اخر واحد اشتغل على هذه المومياء كان الدكتور اسكندر، ده كان استاذ المومياوات بالمتحف المصري القديم، وانا شخصيا دخلت له اكتر من مره في المعمل بتاعه يمكن من 15 سنه. هو طبعا لما مين اللي قال ان ميرن بتاح مات غريقا او باسفكسيا الخنق؟ مين؟ إذا كانت فرنسا قالت قبل كده بس قبل الاكتشافات الحديثة، لكن بعد سفر رمسيس الثاني وبعد التحاليل اللي اتعملت على مومياء ميرن بتاح ابن رمسيس الثاني، فطبعا لا. وحتى لو يعني اصل دي كمان ليها جذور تبع بني اسرائيل ان هو ده فرعون الخروج وفرعون موسى، فانا النظر العلم شيء والافكار الاسرائيليه شيء ثاني. انا مدخلي في المثل في فرعون موسى، انا دخلت مدخل غريب ما دخلوش اي اثري او باحث قبل كده خالص، وهي المرضعه. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك وحرمنا عليهم المراضع. فهذا الطفل الكنعاني يتربى في بيت فرعون، امرأة فرعون تصدر امر غير فرعون بعدم قتله نربيه فينا وليدا ويطبع عندنا واجيب له ويتحرم عليه المراضع. تيجي مرضعه كنعانيه تخش قصر فرعون اكبر عدو لبني كنعان في هذه الوقت، في هذا الوقت دي ليها اثار ومواثيق في التاريخ المصري، وخاصه ان اسم موسى اسم مصري 100%. موسى ابن الماء. فابحث من سمي بموسى هلاقي ان في واحد يعود الى الدوله الوسطى ودي قصه طبعا ثانيه، واثنين في العصر المتاخر دوله حديثه وعصر متاخر. 3 مسميات بموسى ابحث فيهم. طب موسى وهو صغيرا المرضعه منعد. وهنا لو درست المدخل كان بتاعي في فرعون موسى من الحقيقه برضه اجتهد من هو كما اجتهد الكثيرين، فكان مدخلي كلمه المرضعه المذكوره في القران وحرمنا عليهم المراضع، وابتديت اسلسل مع وثائق معينه. والحمد لله انا قلت انا مش عايز اقول ان النحات سنسرت، لا انا بقول ان النحات الثالث سنسرت الثالث الاب والابن لنفس الاسباب، يعني نفس الاسباب المرضعه اتفق. لا ما دي في صغر موسى دي عندنا قصه مثلا معينه لما جه في رجل صالح قال له يا موسى ان قوم يتامرون عليك فنصحوا بالخروج بره مصر. فربنا هداه بصوره الى قوم شعيب. لكن هنا القوم اتهموه بايه؟ هل ان قتل المصري الاولاني ولا كان هيقتل المصري الثاني؟ لا الحته دي بقى في التاريخ عندنا في الاثر عايز ابحث عن الامير الكنعاني. شو بقى هنا؟ الامير الكنعاني قاتل الفرعون. قاتل الفرعون بالظبط، او الذي تسبب في سم بس سم لهذا الفرعون. اذا لازم ادرس يعني النقط دي يعني مش اقول بحرفيه، لا بدقه، بقف عند السطر بقف عند النقطه واقعد اتامل اتقال ايه. ثم في برضيات معينه. طب هي المومياوات بتاعت سنسرت ظهرت يعني ولا لا؟ دي موجوده في مخازن المتحف المصري طبعا. طبعا لها اثار غرق لا دي انا ما اقدرش افتي الحقيقه، ما دي برضه اللي هتحدد بحث بالظبط الكلام ده موجود. يعني دي انا ما اقدرش افتيك فيها لان انا ما اشتغلتش في النهايه. ليه تهمش دور المرضعه حتى في التاريخ المصري؟ لا مين قال؟ لا في مرضعات لا بالذات، لا ما هنا لما يجي تقول في التاريخ المصري لازم تكون قارئ. حتى تماثيل الخدم اتذكروا في التاريخ اتذكروا بكثره يعني. ولكن يعني نادر لما كنت بشوف انسان مرضعه او حتى اثري بيتكلم عن مرضعه بحث. لا بالظبط كده. ما بص علم الاثار ده علم شيق جدا وعلم اول. يعني استغفر الله العظيم مش عايز اقول مثل علم القران ومفسرين القران، لا يعني مع الفارق طبعا. لا مع الفارق طبعا مع احترامي، لكن
طبعا القرآن أول، يعني كده يجي واحد يقول لك لا ما تفسرليش الآية دي، لا من حقي أفسر هذه الآية. القرآن مش هيكر عليك أنت، لكن هناك ثوابت في القرآن لا أتي يمدها على الإطلاق. أفلا يتدبرون ولا ينظرون يتفكرون. يعني ما التفكر هنا ده عامل أساسي. فلا المرضعات، لا حضرتك لما يجي واحد يعني يقول لك المرضعة مش مذكورة في التاريخ، لا يبقى أنت لست قارئ تاريخ. المرضعة مذكورة في التاريخ، بل بالعكس ده في مرضعات خدوا شهرة في التاريخ لم تنالها ملكة من الملكات. عن الآثار المصرية، يعني تماثيل المرضعات مش بكثرة. شوف حضرتك لا ما هي مش بكثرة، لأن ما زال باطن أرض مصر لم يجود علينا بكثير من آثارنا. إذا كنا هنقول إن مصر فيها تلك آثار العالم التي موجودة، لكن أنا لسه عندي آثار لم تظهر بعد. فباطن أرض مصر لم تجود علي بالكثير وكثيرا من تاريخ حضارتي وآثاري. مظبوط.